بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المقاتلون السوريون الأحرار، إنا نحييكم ونبارك إقدامكم وبطولاتكم في شتى المواقع، لكني أحذركم ثم أحذركم ألا تكونوا طعمة لوسائل الإعلام. لقد سمعت كثيرا ممن يتصدون منكم لوسائل الإعلام بما فيها الجزيرة، فإذا بكم تكشفون أسراركم كاملة. وقد كنت قد رغبت أن يكون أحد من أزلام العصابة المجرمة الفاجرة التي تقتل السوريين، أن يكون أحد منها ظهر على وسائل الإعلام أو ادعى أنه بحاجة إلى جسر جوي، أو اتصل بفلان وفلان وبدولة أو دولة. أن كل ذلك لا يبدو لنا أبدا، إنما الذي يبدو هم أشخاص بعيدون عن النظام ويتكلمون باسمه ولا يعرفون أسراره. أما أنتم ومنذ أشهر بعيدة كشفتم عن مواقعكم داخل حمص، فكان القصف على الحي نفسه، وتكشفون عن مواقعكم في شمال إدلب، وتكشفون عن قدراتكم ها هنا وهناك. وإذا سألكم رجال الإعلام هل هناك أناس يساعدونكم من عناصر الجيش الحر من مدينة أخرى، أجبتم بلا. ألم تعلموا أن الحرب خدعة، وأنه لا يجوز مثل هذا أبدا، وأن القوة إنما تكون باكتناز الأسرار العسكرية؟ العسكريون يعرفون هذا، فأين هم من هذه المواقف الفاضحة؟ يكفيكم ما كنتم فيه. لقد كنت أول البارحة أسمع لبعض عناصر الجيش الحر وهو يتكلم، فلم أطق كلامه وأغلقت التلفاز، أنه يفضح كل شيء. ليس هذا من المروءة بمكان، أنتم تدافعون عن الثمار وعن الأهالي، فانظروا كيف أنتم. احذروا ثم احذروا، واحذروا ممن حولكم. إنكم تعلمون أن هذه العصابة الفاجرة يخدمها الكون كله، وأن إعلام الكون كله مع هذه العصابة حفاظا على إسرائيل. إن هذا الإعلام بما فيه الجزيرة إنما هي وسائل استخباراتية تصل طازجة إلى النظام ليصنع فيها ما يشاء. والله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.